صحية مهتمة بالطبخ، خاصة الطبخات الصحية. أول شي كل عام وأنتم بخير. ثاني شي اليوم إن شاء الله راح أسوي معاكم طريقة بانكيك، طريقة راح تعتمدوها إلى الأبد. راح أسويها بالشوفان. بالعادة طبخات الشوفان كذا تكون يعني شوية غير لما تكون دقيق الأبيض وكذا، فاليوم الطريقة راح تكون مرة لذيذة، تكون هشة. أول ما تعلمتها صراحة والله جلست يمكن شهر ونص كذا فطوري دايم شوفان بالطريقة هذه. غير كذا لما أحط معاها شفتوا البروتين بودر لما تحطوا معاها، حطوا معاه البانكيك ما يطلع معاكم كذا قاسي مشدود، لا هاي تطلع معاكم هشة مرة حتى ما كأنكم حاطين بروتين. فطريقة مرة سهلة موجودة في كل بيت. نعتمد على الجرامات. طيب أول شيء راح أحط 40 جرام شوفان، يكون نص طحنة، أو إذا كان حبة كاملة تطحنها نص طحنة. أنا زي كذا أطحنها لما يكون حبة كاملة أطحنها كذا مجروش يصير. إذا عندكم مطحون عادي ممكن مطحون أو نص طحنة زي كذا. طيب يعني أهم شيء ما يكون حبة كاملة. طيب نحط 40 جرام شوفان. طيب بحط موية كذا حارة يعني على دافية كذا. ليش؟ عشان بسرعة يتماسك معي الشوفان. طيب الحين بحط الموية، شوف موية حارة. الزبدة 2 أول شي لا معلش الموية 95 جرام، الزبدة 2 أو 3 أو 4 أو 5 جرام زبدة اللي تحبوا أنتم. طيب لما نضمن إن الزبدة ذابت بس نذوبها شوية مع الموية. طيب بحط الحين الحليب 25 جرام. طيب بعده بيضة واحدة. المكونات كامل. طيب لما خلطنا المكونات كامل راح أحط هنا عندنا نص ملعقة صغيرة بيكنج بودر، نص ملعقة صغيرة فانيليا، ونص ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. أهم شيء بيكربونات الصوديوم لأن هي اللي راح تعطي نفشة كذا مرة حلوة. غير كذا بتعطي كذا تحميرة. أوريكم هي إن شاء الله. خلاص كذا صار معنا البانكيك جاهز. بتحبوا تزيدوا الكمية عادي، ممكن تزيدوا مثلا الموية والشوفان. هاي تقريبا راح تطلع معانا 6 حبات شوفان 6 حبات بانكيك. خلاص الحين على صاج حار، لازم صاج حار يعني حرارة متوسطة، الصاج يكون حار شوية كذا راح يتمسك معنا كمان الخليط أكثر من كذا. طيب بعد ما صار الصاج حار أبدأ أنزل شوف التحميرة كيف. الحين يجي وقت السيرب. أهم شيء أنا أشوف بانكيك بدون سيرب معليش، حالات البانكيك بالسيرب كتير. كتري ما تبخليش، كتري. خلاص كذا تحطوا فواكه اللي تحبوا، فراولة، توا موز،
تبغوا توت، ايش كمان، كيوي، ممكن شوكولاتة هيرشي. صح تذكرت راح احط شوي شوكولاتة هيرشي. انا ما راح اكثر، يعني 4-5 حبات كذا، مع انه ترى مرة لذيذ مع الشوكولاتة. خلاص واحدة في النص. طيب نزينها يا ماما، نزينها بقليلا من اللوز. ما ادري بيطلع شكله حلو او لا، بس على كذا شوي خفيفة مرة. طيب راح احط التوت، اي اضافات انتو تحبون توت، زي ما قلنا فراولة، موز. خلاص كذا صار خلاص وقت اجهز القهوة. هذه قهوتي دايم، نسكافيه موية حارة. معتذرة على الازعاج، هذا البيبي الله يحفظه، العربية رايح جاي. طيب الحين صار وقت نشوف شكلها، شوفوا كيف هش، شوفوا كيف هسوي عليها زوم نشوفوا، شوفوا كيف هش، الله زي الزبدة. شوفوا شوفوا كيف مريضة مرة مرة مرة. أريكم من جوا، أريكم من جوا، شوفوا الله طريقة ما تتفوت. لما تجربوها راح تدمنوها وراح تعتمدوها. شوفوا 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 كيف بسرعة تتقطع، لذيذ لذيذ لذيذ، مكونات مرة سهلة مرة سريعة. شوفوا كيف مليان سيرب، عشان يكون معاكم لذيذ حطوا كمان سيرب زيادة. حط سيرب ترى بدون سكر. شوفوا كيف يمي يمي. مع السلامة، أشوفكم إن شاء الله في وصفات جاية، وصفات جديدة. باي.